اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا. النهارده نتكلم عن واحدة من اكتر المباريات الحماسية اللي شعلت الدنيا كلها، مباراة الارجنتين ضد فرنسا في نهائي كاس العالم 2022. المباراة دي هتكون مليانة اهداف، لحظات درامية وحماس مش طبيعي. يلا بينا نبدأ ونشوف مع بعض كل تفاصيل المباراة الرائعة دي. في الدقيقة 2 الأرجنتين بدأت بداية قوية بهجمة رائعة، لكن الكرة اللي جت من ألفاريز كانت بقرد ولا أروع. بس لوريس كان في الموعد وتصدر الكرة بشكل رائع، وبعدين الحكم احتسبها اوفسايد. لكن الشوط بدأ واضح إن الأرجنتين مش جايين يسهلوا الأمور. بعدها في الدقيقة 5 فرصة تانية من الأرجنتين، كرة من خارج منطقة الجزاء كانت حلوة جدا، لكن لوريس كان في المكان الصحيح وتصدى لها بحرفنة. وفي دقيقة 16 كرة رائعة من دي ماريا كانت أن تسكن الشباك، لكن للأسف الكرة طلعت فوق العارضة. وفي الدقيقة 19 جريزمان حاول من ضربة حرة جميلة، لكن لاعب فرنسا يطلعها من فوق العارضة. وفي الدقيقة 21 حصل خطأ من ديمبلي ضد دي ماريا في منطقة الجزاء، والحكم كان دقيق واحتسب ضربة جزاء. وهنشوف مين هيتصدى ليها، ميسي من غيره. نجم الأرجنتين بقدمه السحرية سجلها بكل براعة في الزاوية، مؤهلنا تقدم الأرجنتين بهدف رائع. وفي الدقيقة 35 دي ماريا دخل على الجبهة اليسرى وصد كرة قوية سكنت الشباك في لحظة رائعة. هدف جميل للأرجنتين ويخليهم في وضع مريح في المباراة. وفي الدقيقة 40 دي ماريا عرض علينا مهاراته مع كوبري جامد ضد لاعب من فرنسا. الجمهور كله كان بيصرخ حتة نعلن عن نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. الشوط الثاني بدأ بحماس. في الدقيقة 48 أجمع رائعة للأرجنتين وعرضية ممتازة من دي ماريا لرودريجو دي بول، لكن لوريس كان في مكانه وتصدر الكرة ببراعة. وفي الدقيقة 85 كرة حلوة تانية من دي ماريا لجوليان ألفاريز، لكن لوريس كان ثابت في مرماه وتصدى ليها. وبعدها في الدقيقة 70 فرنسا بدأت تعود بقوة، كرة رائعة من مبابي لكن للأسف طارت فوق المرمى بشكل كبير. وفي الدقيقة 78 راندال كولومواني خطف ضربة جزاء لفرنسا بعد تدخل من المدافع الأرجنتيني، ومبابي مفيش حاجة وقفته وسددها بكل هدوء على الشمال. هدف جميل لفرنسا. وفي الدقيقة 81 مبابي انفجر بتأديب رائع، كرة لا أروع تسكن الشباك على يمين الحارس والمباراة تزداد إثارة. وفي الدقيقة 93 الكرة اللي جت من مبابي كانت خطيرة جدا، لكن للأسف طلعت فوق المرمى بمسافة بسيطة وقلوب الناس كانت هتنفجر من التوتر. ونيجي في الدقيقة 96 من الوقت بدلا من ضايع فرصة لا تعوض من ميسي، تسديدة قوية جدا كانت هتسجل هدف رائع، لكن لوريس تصدى ليها على مرتين ومرمى فرنسا كان في خطر كبير. يجي بقى على بداية الأشواط الإضافية، والأشواط الإضافية كانت شديدة قوي والكل على أعصابه يا جدعان، ما فيهاش هزار، ده نهائي كأس العالم. وفي الدقيقة 104 الأرجنتين كانت قريبة من التسجيل بتسديدة رائعة، لكن الدفاع الفرنسي تدخل في آخر لحظة وأبعدها. وفي الدقيقة 105 اسيست رائع من مارتينيز، لكن الكرة راحت بجانب المرمى في لحظة صغيرة جدا. الدقيقة 107 ميسي عمل تسديدة رائعة من الجبهة اليسرى، لكن لوريس كان له بالمرصاد وتصدى لها بثبات. في الدقيقة 108 مارتينيز سد كرة قوية لوريس تصدى ليها لكن ما مسكهاش. وفي لحظة فنية رائعة وميسي أكمل الكرة وسجل هدف مهم جدا للأرجنتين والدفاع جابها من جوه. في الدقيقة 115 امبابي جاب ضربة جزاء لفرنسا بعد ما الكرة ضربت يد جونزالو مونتيل ومبابي سجلها بكل برودة أعصاب. ودلوقتي دخلنا في مرحلة ضربات الجزاء بعد مباراة مليانة تشويق وإثارة. أسيبكم دلوقتي تتفرجوا على ضربات الجزاء المدهشة دي.
وفي النهاية الأرجنتين انتصرت بكل استحقاق وفازت بكأس العالم بعد مباراة خرافية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.